يقال أن المطبخ الشامي لا يكتفي بأن يشبع المعدة بل يشبع الحنين، فكل طبق فيه يحمل قصة ونكهة ترتبط ببيت، بأم، أو بجلسة دافئة على مائدة عامرة. واليوم معنا ضيف يعرف تماما كيف يترجم هذا الحنين إلى نكهات أصيلة، شيف ثائر اللي بياخذنا في جولة عبر المذاق الشامي من خلال طبقين يعبرون عن بساطة المكونات وغنى الطعم، الحراء إصبعه الشامي وسلطة الحلوم المقلي. مرحبا بك وحياك الله معنا شيف ثائر، ومرحبا مهران من مطبخ دبي هذا الصباح. مرحبا صباح الخير، سعد صباحكم. مثل ما حكينا ما بدينا حلقتنا اليوم شيف، عندنا طبقين جبنة حلوم مقلي والحراق بصبعه. خلينا نبلش بالحلوم بالبداية. الحلوم مقلي أول شيء نحن اليوم عاملينها ميكس. طبعا هي السلطة كتير جديدة، يعني هي سلطة تمام. في أكثر من نوع خس اللي هو البيبي جام هذا، وفيها الفريزيه اللي هي خس الهندبه اللي بتشبهنا تمام. وعندنا النوع الثالث اللي هو الاونديف، بس هذا الاونديف كان من اول لونه ابيض، هلا هجنوه صار عرف الديك صار احلى، شكله احلى كشكل بشهي اكثر. صحيح. الطبق فيه اكثر من لون، يعني وقت انت بتشوف مثلا بتيجي لحتى تاكل، طبعا العين بتاكل قبل التم بكل تأكيد، ونحن بنشتغل على هذا الاساس بكل تاكيد. هلا وهي هي الحلوم جبنة حلوم عادية. حلوم طبعا جبنة عادية، بس أنا قاصصها بهذا الشكل تمام. ولاتتها بكعك وطحين وشوية حليب مشان تمسك عليها هي الكرانشي اللي من برا. كيف تتقدم؟ مقلية بزيت حامي ما بارد. طبعا هيدي نصيحة مشان ما حدا يقليها ببارد لأنه بتدوب. هلا هي الجبنة نفسها بتدوب، طبعا بتغير طعمتها وبتتغير الاشكال تبعها وكذا. هيدي بتتقدم على الشكل التالي. هلا انا منسق صحن، فينا نعمل واحد ثاني؟ والله يا ريت يا دكتور، اذا بتحب انا بساعدك كمان تحت الكاميرا. انا صار عندي خبره على قد ما. يلا تفضل. طبخت رح نعملها هون اذا احسن. طبعا بهذا الشكل هذا تنسيق، يعني هو عباره عن تنسيق عشان جماليه البليت. اوكي، انا بحب اخذ بالملقط اريح شوي. اوكي بالشكل هذا، يعني طبعا هي حسب الرغبه الخس شيف ولا لا؟ كيف يعني حسب الرغبه؟ يعني في ناس يمكن ما بتحب الخس، بتقدر تحط شيء ثاني ممكن يعني هلا اي شيء بيروح معها، خيار، بندوره، خس كذا. هذا النوع الخس الثاني اللي هو البيبي جام، شايف كيف شكله كتير حلو. هذا مو الايسبرغ ولا غير هذا؟ لا ما بيشبه الايسبرغ، واحد ثاني. هذا مثل الخس الرومان العادي، بس اصغر منه، شكله اصغر. فهلا انا عملتها هيك طريقه اسرع. بعدين نرجع لثالث نوع اللي هو هذا اسمه خس الفريزيه. تمام. قلت انه بيشبهنا ليه؟ بيشبهنا لانه نحن عندنا بسوريا في خس نحن بنسميه هندبه. الهندبه. خس الهندبه بتيجي طويله هيك ومكرشنه مثل هي، عرفت كيف؟ ما شفت انا منها، ما بعرف، بس شفت هذا بيشبهها شوي. شايف كيف لونه؟ هلا شويه رمان مشان الجارنش. حلو. طبعا الرمان بيضفي عليها لمسه كثير يعني جميله. تمام. هاي الطماطم، هاي الطماطم الكرزيه مشان تعطي شكل حلو. اوكي انزين شيف، انا اسمح لي ان اتدخل بسؤال عربي. برايك شو اللي يميز المطبخ الشامي عن غيره من المطابخ العالميه؟ هلا بصراحه المطبخ الشامي او خلينا نقول المطبخ السوري فيه فرايتي كثير، يعني نكهات متعدده. في شيء اجانا وفي شيء نحن عدلنا عليه. طبعا مثل مثلا الحراق اصبعه، اكله كثير قديمه يعني وتقليديه مثل ما بيقولوا. هي واحد مثلا كان فات على بيته كان جوعان، فمد ايده بقلب الصحن واكل، قام حرق اصبعته، قام يسموها وريه حرق اصبعه. وايد سهل الموضوع. في اكلات كثير، ششبرك مثلا باشو عساكرو، يعني كبه لبنيه وششبرك مع بعضهم بقلب اللبن. في اكلات مثلا شلباطو، هيك اسماء يعني غريبه، عرفتي؟ بس المطبخ السوري متنوع كثير. اعتقد بعد الاسماء الغريبه ممكن ان تثير فضول طبعاً الاشخاص انهم يبغون يجربون من الثقافات الاخرى، انهم يجربون. على السمع الواحد بيشتهي بقى ياكل. صحيح. هيك في شيء اسمه طباخ روحه. في طباخ روحه طبعا. هذا شو هي هي شيف؟ طباخ روحه مثل الباذنجان وبطاطا وكذا، يعني كله هو طبخ روحه. شيء مطبوخ مع بعضه، بطاطا وبصل وكذا مع ربنا دوره. هي اللي هون صوص البلسمك انا عامله، هو هي مع الحلوم. تمام. شويه بلسمك وزيت زيتون
وملح. نخلطهم مع بعضهم مع اللبن بهالشكل هذا. شايف كيف؟ طبعا هاي اللبن وبلسمك انا برايي انه التيست جديد 2026 من عندك. نحب الابتكارات. والله هيدي انا ببتكر الصلصه بصراحه، الصوص والسلد. الى اي مدى يعني انت خلينا نقول تؤيد فكره ان ناخذ طبق تقليدي ونخليه معاصر؟ نعمل له مودرن. بتقبلوا ولا الناس؟ انت تحب ان تحتفظ الاطباق التقليديه باصالتها؟ طبعا نعمل له ابجريد. بتقبلوا الناس التجديد؟ العالم طبعا بيتقبلوا بتحب التجديد كشكل، بتحب تجرب كشكل وكطعم. انا برايي في شغلات كثير انا يعني في كثير انا طورت بالاكل كثير، تمام، والعالم تقبلت. هاي الحلوم، انا كنت افتح تمي فكرتك تطلعين. هاي الحلوم بالشكل هذا، وحده منيمه والثانيه محطه هيك، شوف كيف. وهي هيك تتقدم باردة شيف هاي عادة ولا؟ تقدم باردة. هي مقلية جاهزة هيك وورم مثلا، أو مثلا فيك تقدمها دافية عادي، في عالم بتتقبلها مثل السيزر سلاد مثل الكذا. هلا هيك السلطة هيدي جاهزة. هذا طبقنا تبع الحلوم فينا نحط لها شوية صوص. طب إذا شوينا الحلوم بصير؟ في ناس تشوي الحلوم. الحلوم فيه له كثير طرق، في مشوي، في مقلي، في جريلد يعني. شايف؟ هاي البلسمك شوية بلسمك، شوية سلد، صوص على السلد، خلص. والله يا سالي راح عليك هذا الطبق يعني صراحة. أنا برأيي شكلها كتير حلو وبشهي. يعني الواحد دغري ببلش بقى اللعاب طيب نحن راح نخلي هذا الطبق شوي على جنب، وراح نعمل طبق ثاني أنا والشيف. تمام. بس راح نروح لفاصل صغير مشاهدينا ونرجع نستكمل باقي فقراتنا، خليكم معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا عبر دبي هذا الصباح، ورجعنا لكم حتى نشوف ابداعات الشيف ثائر. ومن جديد مهران، شو محضرين لنا؟ اكيد هلا اجينا للطبق الرئيسي مثل ما بيقولوا رئيسي. ايه الحراق باصبعه. هلا بدنا نحضر نشوف كيف بتتحضر. هلا هو اول شيء الطبق يقدم بارد. تمام. في عالم بياكلوه سخن، بس هو المعترف عليه بارد. هو بيعتبر وجبه رئيسيه؟ يعتبر من الاكلات الزيت. يعني هذه أكلة زيت. إذا حدا صايم أو أكلات صيامية مثلا، خلينا نقول حدا ما بده ياكل لحمة، بيرجع للحمة الأساسية اللي هي العدس. لأنه فيها حديد، فيها بروتين، وفيها. هي الطبخة كتير كتير مهمة طبعا. سهلة التطبيق؟ سهل الممتنع، لأنه بيقولوا لازم يكون في توازن بين الحموضة وبين الطعمة طبعا، لأنه فيها دبس الرمان، وفيها مثلا السماء، وفيها الحامض، وفيها عصرة ليمون، فهذول كلهم لازم يكونوا متساويين متوازنين. طبعا. طيب خلينا نبلش شيف ونشوف كيف بنحضر. هلا نحن هون طبعا الحراق. هي اساسا شو الحراق؟ الحراق باصبعه هي عدس مسلوق، تمام، ومضاف عليه التمر الهندي. تمر هندي الماده الاساسيه اللي بيعطيها حموضه يمكن. يعني عليك. وهذا اللون انت بتشوفه هو من دبس الرمان والتمر الهندي مع بعض، نحن نخلطهم نخليهم يغلوا مع بعض. طبعا فيها عجين اللي بيعطيها هي السماكه. عجين ولا معكرونه هي؟ لا يعني. عجين. في عنا بيعملوها بمعكرونه، بس يعني اذا بدك ترجع للاساس هي عجين. هي عجين. هي اكله هيك صارت طبقت على السريع، مشان هيك حرق اصبعه. مشان هيك حرق اصبعه من كثر ما طري. فيها كزبره، فيها بهارات، فيها ملح، فلفل اسود، كمون الماده الاساسيه مشان العدس، لانه مشان ما تعمل خلينا نقول شوي تكركب له معدته لاي حدا مثلا بده ياكلها. اليوم احنا بدنا نكسر القواعد اللي العالم كلها بتشتغلها، انه هي بصحن او بزبديه او كذا. انا رح اعملها بكاسه. الحلو انك تعملها طبقات، طبقه حراق، طبقه كذا. حلو بيطلع منظرها كمان. فيها خبز، بينحط لها خبز مقلي، بينحط لها بصل. في عالم بيحطوا لها، انا مثلا ما حطيت لها اليوم، حط لها بس رمان اللي هو الماده الاساسيه فيها دبس الرمان، ورح يعطي الحلاوه مع الحموضه وهالشكل اللي عم يلمع كشكل حلو. تتقدم بمناسبات معينه شيف ولا بتقدم باي مناسبه؟ جمعه العيله مثلا، بالبيت، يعني ما إلها اكله يعني. هي انا برايي توب. طيب خلينا نشوف شيف كيف بنقدمها. اول شيء رح نحرك هون، شايف فيها زيت زيتون كمان. نرجع بنقول المكونات مرة ثانية. عدس، عجين، والبهارات. في بهارات معينة؟ ملح، فلفل اسود، كمون، المادة الأساسية، وكزبرة. ما فيها بصل صح؟ فيها بصل بقلبها. هلا أنا مثلا ما بحط، يعني أنا ما بحط إلا بصل مشان يعني اللي بده ياكلها بصراحة. في عالم تتحسس أو كذا، هذا للراحة أكثر. فيها عجين، مشان هيك ما حنحط لها خبز على وشها. شو أطيب، باردة ولا سخنة بتتقدم؟ الباردة.
باردة أطيب. باردة، مقبلات باردة تعد هي. أنت هلا عم تقدمها بطريقة غير شوي، مش بالصحن. أنا ما حقدمها بصحن، بحورجيك كيف. في عالم بيقدموها بصحن وفي عالم بيقدموها بزبدية، هلا هي بتروح في عالم فخارة. هلا بالكاسة بصراحة ما حدا لسه يعني جديدة هي. جديدة بس للمندوبة. هو الواحد بالنهاية يعني بيحط لمساته الخاصة يعني التاتش تبع الشيف، اللمسة الفندقية مثل ما بيقولوا. تمام. كزبرة. هي كزبرة. كزبرة ولا بقدونس؟ لا كزبرة. ما بيشبهوا بعض لو بيشبهوا بعض طبعا، بس طعمتها وريحتها أنا برأيي معبية الاستديو. الكزبرة كتير قوية. في عالم بيحطوا خبز، في عالم بيحطوا بصل. خبز مقلي صحيح؟ خبز مقلي. في عالم بيحطوا بصل. أنا يعني بفضل إنه على الطلب أي حدا مثلا بده فيني يضيف له خبز مقلي وفيني يضيف له بصل مقلي. تمام. ريحة الكزبرة. الكزبرة قوية. وهي هون شوية رمان على الطرف. تمام بهالشكل هذا. فينا نعملها طبقات. شوف ما أحلاها كيف طلعت. شوف اللمعان تبع الرمان كيف عم يشعشع بقلب هذا. عن جد مثل اللوحة شكلها. شكلها حلو طبعا، تنسيقية هي. شيف أنا حابة أسألك إلى أي مدى ممكن أن نضيف لمساتنا على الطبق لكن دون أن يفقد هويته؟ يعني أنا أعرف ناس يضيفون للحراق بإصبعه، يضيفون لمعكرونة أعتقد. معكرونة صح. هلا فينا نضيف معكرونة بس هي الأساسي هو عجين. يعني إذا أنا مثلا عملت شغلة وحبيتها فيني أضيفها وبدوقها لحدا مثلا، إذا حبها خلص نحن بنعتمدها، هذه بقى ريسبي خاص فينا. عرفتي كيف؟ يعني عادي فينا الإنسان. أحيانا بيكون العدس شيف ظاهر مش مطحون. هلا العدس هون ما يبين معك لانه لون اصلا لون بس هو موجود كحب، موجود بقلبه. هيك عدس كامل. تمام صحيح. بس لانه اخذ كثير من دبس الرمان اللون وهذا، فهي هيك لونها، يعني ما حيبين العدس لانه اساسا هو لونه اسود. هلا هيك جهزنا نحط الطبق الاول تبع الجبنه، وهاي في عالم مثل ما قلت بيحطوا له خبز وبيحطوا له بصل مقلي، بس انا يعني اليوم اخترت مشان تبين سمبل بسيطه. شو القوام الصحيح للحراق بإصبعه؟ يعني القوام يشبه شو بالضبط؟ لازم تكون شوي سميكة. أوكي. القوام هو بتاخده من العجين المغلي بقلبه، نحن بنحط لها عجين بالعادة، فالقوام بتصير ثك، ما بتضلها مريئة، لأنه إذا بتسلي عدس ومي حيضلوا ما شو اللي بيربط العدس هو العجين والطحين اللي بقلب الصلصة عم تقلب عم تطبخ لحالها. تاخذ وقت شوي، تاخذ أكثر من شي ساعة على النار لحتى تاخذ هي النتيجه. تاخذ اكثر من ساعه لحتى يعني ساعه بدك تقول بين ما تسلق العدس بين ما تضيف كل يعني ما أنا أكلة سهله، بدها شغل. ما أنا سهله، لا ما أنا سهله، بس يعني سهل ممتنع مثل ما اقول. جميل. شيف يعطيك العافيه. الله يعافيك. ما شاء الله الاطباق مثل ما بقول بتحكي عن حالها يعني. وهلا بعد ما نطلع بريك رح ندوق انا وسالي ونعطيك رايها. شكرا كثير شيف. شكرا كثير.